السلام عليكم متابعين قناه الشجر القرويه. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طبق ديال اللحم ديال الراس بالحمص والزبيب. كيجي معلك البنات ولذيذ. تبعوا معايا المقاطع حتى الاخير. حنا نبداو بسم الله. اول حاجه كنحتاجو 2 ديال الحمص اللي هما مرطبين اللي قبل، كنغسلوهم ونخليهم كيتسقطروا. الراس اللي كنغسلوه مزيان وكنفضوه من داك الشيء اللي كيكون فيه لداخل، وكنحاولوا نقسموه على 4. 3 الحبات ولا 4 الحبات ديال البصله من الاحسن يكونوا الحجم اللي هو صغير، كيف ما كتشوفوا على الحجم تاعهم اللي هما صغارين قسمتهم على 4. ولا كانوا اللي هما صغيورين كاع بزاف خلوهم غير هكا دغيا كيذوبوا مع اللحم الراس والحمص، راه كيشد لك شويه الوقت. عندنا هنايا واحد شويه ديال القزبر. كنحتاج معلقه كبيره ونص ديال الطوماط المعلب، معلقه مع مراش ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره ديال البزار، وعود تاع القرفه. البنات كيعطي واحد المذاق اللي هو هائل، سواء اللحم الراس سواء الكرعين كيجي واحد المذاق اللي هو معلك وهائل. هنايا فص كبير ديال الثومه، كنبش كبير تاع الثومه كنقوها كامله، معلقه كبيره ديال التحميره حلوه، معلقه مع مراش ديال الخرقوم، وهنايا معلقه صغيره ديال راس الحانوت، والملح على حسب الذوق. نبداو بسم الله. كناخذوا واحد الطنجره ديال الضغط كنخويو عليها هكا الحمص. البنات من الاحسن انكم تكثروا الحمص لحقاش دغيا كيطيح. يمكن لكم تضيفوا فيه حتى الزبيب، انا هنايا نسيتو. يلا غادي نغسلو هكا نخليه واحد يطرطب غير واحد شويه، عاد غادي نرميه. من الاحسن الزبيب ديروا فيها سواء الزبيب كحل ولا الزبيب بيض، من الاحسن انكم ترطبوه واحد شويه ماشي بزاف، واحد نص ساعه قبل باش كيتفرقع. كنديروا الراس، نحاولوا اننا نهبطوا حيت هذا الراس راه كبير بزاف، نحاولوا اننا نهبطوا كيف ما كتشوفوا. كنديروا البصله، ما تخافوش منها راه كتنزل مع الطياب، بالخصوص هاد البيضه راه كتذوب. كنديروا داك القزبر نحاولوا اننا نخشوه لداخل. كنضيفوا العويده تاع القرفه، نحاولوا اننا نخشوهم حتى هما في الجناب، نوزعوهم باش كيطلق المذاق كامل. غير جربوا البنات الطريقه، هاد الطريقه تنفعكم حتى في الكراعين، حتى في الكراعين كتجي زوينه البنات، غير جربوها. واخا ما تشلحك انكم ما تلقاوهاش في الماء، راه غير ملي تكبوا عليها الماء مع الطياب وداك الشيء غادي تهبط. انا ما كنبغيش ندير مطيشه عاديه محكوكه حيت كتطلق الحموضه، تعجبني ديك في التقليه كنديرها محكوكه. كنوزع الثوم، كنضيف باقي التوابل كاملين، دابا غنضيفو هنايا شويه الزيت مخلط ما بين البلديه والروميه. غنضيفو الزبيب، ما تخافت انا لا ننساه ولا شي حاجه، من الاحسن اننا نضيفو. هاد اللحم الراس البنات راه كيتواتى بالخصوص اللي كان مع الحمص، راه كيتواتى مع الحلاوه بحال الكرعين. الا ما كنتي بغيتي ديريه مع الحمص وهداك الشيء، ديريه غير مع البصله مع القزبر مع شويه الملحه وشويه البصار وشويه ديال القزبر حبوب مطحون وشويه ديال الثومه، صافي كتمرقي عليه وكديريه هكا كيجي بحال شكل ديالو بحال مفور. بالنسبه لهذا كيجي البنات بحال قلتي الميلونج ديال اللحم مع البرقوق.
واحسن حاجه البنات انني كنضيفها هي شويه ديال العسل. علاش كيعطي البنات واحد اللوغو، واحد المذاق غزال. معلقه صغيره هكا ديال العسل، اللي ما عندوش العسل يمكن له انه يدير حبه ديال السكر صغيره، كيعطي واحد اللوغو البنات زوين، واحد المذاق زوين في اللحم الراس. كيجي بحال المذاق ديال باللحم عفوا مع البرقوق، ولا اللحم هكا مع المشماش، وحتى في الكرعين كيجي زوين. غنضيف شويه ديال الزعفران حبوب، عفوا هنايا شعيرات. يمكن لكم لو ديروا في الاول، الا بتطلقوه في الماء في الاول، من الاحسن انكم تطلقوه في شي الماء اللي هو مثلج، مكعب ديال الثلج كيطلق حسن. دابا انا غنمرق حب الماء على المرقه البنات، حتى نعمر القياس اللي عطاب ليا فيه، اللي وصلوا للحم ولا عطاب ليا فيه نحمص. حيت هاد اللحم البنات اللحم ديال الراس راه كيشد الوقت شويه، ماشي بحال اللحم ديال العادي ولا هكا. عندك لحم الراس والكرعين كيشدوا الوقت شويه. صافي غنمرق عليه بحال هكا. من الاحسن انكم ديروا الماء مغلي. غنحاول انني نزيد واحد شويه تاع الماء، غادي نزيدو البنات، حيت الزعفران قبل ما يدخل. شويه تاع الماء غادي نزيد، غير بما وصل ليا الحد تاعو هنايا، وغادي نسد عليها البنات، نسد عليها هكا بالصفاره، ونخليها حتى طيب، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالها. كيف ما كتشوفوا البنات، هذا هو الطبق اللي حضرت معكم. هانتوما كيجي الحمص طايب معلك تبارك الله، واللحم ديال الراس حتى هو هانتوما مفروق على العظم ديالو. ولا عجبكم لا فيديو، كنتمنى ان تدعموا القناه ديال رشد القرويه بلايك واشتراك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم.